انا مش جايبه وشك. لا ما تصورنيش، هات لي النضاره يابا. الكاميرا مش جايبه وشك اهي. هات لي النضاره. الكاميرا مش جايبه وشك، رجليك بس اللي طالعه، مش هتجيب وشك خالص اهو. ايه بقى اللي حصل معاك من الداخليه؟ احكي. الكاميرا مش جايبه وشك اصلا، ايه اللي حصل معاك؟ الداخليه قبل الاحداث وقبل احداث يوم الثلاث لمت مننا التلفزيونات اللي في السجن، اللي حبيب العدل بيقول لك مدلعهم. لمت التلفزيونات من السجون والتليفونات، وبقوا يصنطوا على اي عيل معاه راديو ياخدوه منه. وبعد كده قعدوا يهيئونا اللي احنا هنمشي. وبعد كده راحوا قالوا لنا خدوا العربيات واطلعوا ويلا معاكم البلد بتاعتكم. واطلعوا اللي تقتلوه تقتلوه، واللي تعملوه تعملوه، اللي تشوفوه اللي تعملوه. بس. وادوكوا السلاح وادوكوا العربيات. الناس البلطجيه بقى الثانيه والعالم اللي هي بايعه عمرها اللي زي انا ما خدش سلاح ولا حاجه. خدت سلاح عشان ضريش عايزك تشيل السلاح؟ لا انا اخد سلاح اعمل ايه؟ اروح اقتل اخويا، اقتل واحد زيي. وبعدين ايه اللي وداك هناك يعني؟ ايه السبب وداك؟ انت كنت في سجن ايه بقى؟ سجن ابو زعب. وهربان بقالك قد ايه ومشيت بقالك قد ايه؟ انا هربت امبارح وسلمت نفسي النهارده. هربت امبارح وسلمت، يعني الداخليه هم اللي اديتكوا السلاح وهم اللي ادوكوا العربيات؟ وكان في خبر وقالوا لكم من قبل كده انكم طالعين؟ هيقولنا ما قالولناش، هيقولنا وقالوا لكم اطلعوا وكسروا وخربوا وبوظوا وسرقوا واعملوا انتوا عايزينه. الازبكيه واسم الازبكيه والخليفه يوم الجمعه طلع المساجين تضرب في الشعب. في المساجين ضربت وفي مساجين ما ضربتش. مشوا. وبقيه المساجين راحوا فين بقى؟ اللي روح واللي راح هنا واللي راح هنا. في بلطجيه وقفت مع المباحث تضرب مع المباحث، وفي ناس روحت قالت لك انا اضرب ناس اهلي. اضرب اهلي، يمكن اخويا واقف في وسطيهم اضرب اخويا. هو الخليفه ومزابه والوراق هم والمطريه قبل ما الاسم المطريه يولع، قبل ما اسم المطريه يولع طلعوا المساجين، سرقوا الشوارع بتاعه شارع الترول. مين اللي طلع المساجين؟ المباحث والمأمور والاستيفا في المطريه. وعندك اهل المطريه هم تسالهم. لو كلامي غلط تعالى حاسبني. لا انا باخد منك انت، قول لي بقى. يعني دلوقتي سجن ابو زعبل ما فيهوش اي حد خالص، فاضي هو والداخليه هي اللي طلعتكم. السجن الوحيد اللي متسيطرين عليه الحربيه سجن المرج. والداخليه ايوه صح ولا لا؟ والداخليه هي اللي طلعتكم يعني. وهي اللي اديتكم السلاح وهي اللي اديتكم العربيات. اوضه السلاح اهي والمخازن اهي، ويلا توكلوا على الله. اديتكم السلاح وقالت لكم مخازن الذخيره فين كمان؟ ليه يعني؟ ايه السبب؟ عشان نطلع بقى ندب ونسرق. هو ولا ظابط اللي قال لك خد السلاح رصد بقى يا عم، كله شايل رصد. صورنيش. مفيش حاجه والله، رجلك اهي. صور كده يا عم ما تطلعش رجلك اللي طالعه من الفيس. تطلع فين؟ مش تطلع في حته يا عم. الناس بس تعرف ان الداخليه هي اللي طلعتكم، وان هي اللي اديتكم السلاح، وان هي اللي قالت لكم اطلعوا اسرقوا وتهبوا في البلد. صح.